واضح كده إن زيادة المرتبات السنة دي هتكون زي ما قال وزير المالية زيادة تفوق التضخم والغلاء كمان. أصل لما توصل الزيادة ل 30% تبقى فعلا الزيادة كبيرة جدا. الكلام ده أكده مصدر لموقع صدى البلد اللي قال إنه من المتوقع إن زيادة المرتبات توصل ل 30% ضمن حزمة دعم ضخمة بتوصل لحوالي 90 مليار جنيه عشان تخفف الضغط على الناس في ظل الظروف الحالية. المفاجأة بقى إن الحد الأدنى للأجور ممكن يوصل من 9 ل 10,000 جنيه شهريا، يعني فرق حقيقي في دخل الموظفين، خصوصا مع زيادة الأسعار اللي كلنا شايفينها بعد زيادة البنزين. والأهم كمان إن الزيادة دي متوقع الإعلان الرسمي عنها خلال أيام قليلة، وغالبا هتكون مع احتفالات عيد العمال، وده بيخلي المواطن أقرب من أي وقت فات. وحسب صدى البلد الحكومة كمان مركزة إن الزيادات تشمل كل العاملين سواء في الصحة أو التعليم أو باقي القطاعات، مع علاوات دورية واستثنائية عشان تحاول تعوض جزء من الضغط الاقتصادي اللي الناس حاسة بيه. ودلوقتي قول لنا تفتكر الزيادة الجديدة هتوصل لكام؟